ايوه يا بلدينا، مش عايز تنزل عيالك في الترعة اللي عندنا؟ ايوه، عملوا ترعة في الشيخ زايد ما فيهاش بالهريسيا يا بلدينا. ايه؟ كيو ار؟ لا مش حدانا كيو ار تنط من على الصورة على طول. حاجات محدش هيقولك عليها في الريل استيت. كل ده بتوع العقارات عاملينه عشان يبيعوا لنا الترعة بتاعتهم. ترعة وتقولوا لنا نهر نيل في الشيخ زايد؟ يا ولاد يا ولاد الحقيقة ظهرت يا رجالة، وطلعتوا انتوا اللي صح، وكل الكومنتات اللي تحت دي طلعت حقيقة، والمشروع فنكوش تاني بيبيعوا لنا فيه الترعة وبيأكلونا الحلاوة. انا مندهش الحقيقة، لا مندهش الحقيقة. الناس دي عايزة ايه؟ مشروع بترعات دولة ممثلة في شركة خاصة اسمها نيشن اوف سكاي، بتبني كومباوندز فاخرة وتعمر الصحراء وتوفر فلوس حوالي 400 مليار جنيه عشان تمول المشروع الكبير وهو الدلتا الجديدة، وتزرع 2.2 مليون فدان من المحاصيل الاستراتيجية. يكتفوا بكده بس؟ لا، يضحكوا علينا اكتر ويجيبوا لنا اسمين كبار من المطورين العقاريين، بالمي هيلز وماونتن فيو، عشان ضمانات تشغيل وخدمات ما بعد البيع والصيانة وكده، ويضمن اللئيم اقبال الناس على المشروع. خد بقى الكبيرة، يعمل كامبين كبيرة يقولك ان مصر بالفعل بدأت في مشروع الدلتا الجديدة، وان المية هتيجي من نهر النيل ومياه الابار والصرف الزراعي، وان هم عملوا محطات الرفع بالفعل، وجزء من المية هيمشي في مواسير تحت الارض عشان التبخر، وجزء تاني هيبقى قناة او ترعة زي ما بيضحكوا علينا عرضها 12 متر وهتنقل المية، وهم عملوها بالفعل. شفتوا بقى الحوارات والحكايات اللي عايزين يضحكوا بيها علينا؟ لا، ويطلع واحد يضحك علينا ويقول لنا ان عرض المجرى المائي بتاع جريان هندسيا سهل انه يتوسع ويوصل لعرض 50 او 60 متر بمحطات الرفع. لا، ده كمان المخطط العام بتاع المشروع منزلش اصلا، يعني لسه محدش بشكل رسمي عارف عرض الترعة دي كام اصلا، بس انا بالمفهوميه كشفتهم. يعني اقول لك على سر، انا عارف هم بيعملوا كده ليه. دول عاوزين يبيعوا لنا الهوا. ايوه، يبيعوا لنا الهوا. عارف انت الدول اللي بتعرف تسوق لمشروعاتها وتجيب مستثمرين من كل حته في العالم يستثمروا فيه؟ حاجه زي دبي كده. هم عاوزين يعملوا كده، عاوزين يعملوا فكره حتى لو كانت صغيره ويعملوا لها ماركتنج وتسويق ويكبروها ويبيعوها زي ما دبي كانت فكره. وزي اي دوله لما بيكون عندها قطعه اثار صغيره او حاجه ليها قيمة بسيطة، يعملوا لها متحف ومعبد كبير وضخم ويخلوا الناس من كل حتة يجوا ليها ويكسبوا بقى ويعملوا مشروعات. انا كشفت المخطط ده من الاول وجاي اكشفه لكم واوعيكم احسن تقعوا فيه. وفي النهاية يكفيني حتى لو كنت على علم بجودة وقوة المشروع، وحتى لو ما كانش ليا مصلحة حاليا، ان افتخر ببلدي وبالانجاز حتى لو كان صغير، واني ادعمه حتى لو ما كانش ليا مصلحة. مصطفى سمير، ريل استيت ايجنت.